رجعنا للمغرب باش نديو هاد الكاس الغاليه، وبحال هاد البوسه نعطي لامي اللي توحشاتني، راه تقريبا شهر وانا غابر عليها. المهم اللعبه فرحونا في الاخر، وعاودنا فرحنا مره اخرى، وفرحوا معنا مره اخرى، وخرجنا برا فرحنا حنا مع بعضياتنا، وزدنا فرحنا مع بعضياتنا. وعاد قررنا اننا نطويو هاد الصفحه من الكتاب ونودع صحابي من مختلف الدول العربيه اللي دوزت معاهم الفتره كامله، ونوفي بالوعد ديالي لصاحبي السائق السوداني. والله صديقي الله قسما بالله والله عتوحشني. تاهل وقسما بالله دم ديما مغرب. انا قلت لك منفوس تيشيرت المنتخب. الله يعطيك العافيه ديما مغرب. وعد الحر دين عليه. وراها مباشره كان خاصني نشد الطريق للمطار. ثانك يو. في لقيت راسي ماتشي مع امينه، وماتشي مع النشاط اللي دايرين، واهم حاجه الفطوره. خوكم راه من النوع اللي كيشرب قهوه وخم عول طلع النعاس في الطياره، وشربت قهوه، وملي طلعت للطياره زدت شربت قهوه عربيه. واش نعست؟ لا، جبدت عليها باحسن نعسه. ما فقت حتى وصلت للمغرب ولقيت قدامي كاس افريقيا، ودليل المشجعين اللي عجبني فيه تفاصيل على الحدث، ضروري هزيت معايا واحد. ودابا خاصنا نديرو ضربه البدايه ونمشي للدار. هاد الخرجه فايت وريتها لكم الفيديو اللي فات. لي بيس موجودين في المطار والرباط تبدلات عليا، غير هو الهوا ديال حومتي باقي هو اميمتي باقا بصحيح حتى الحمد لله، غير هي خافت عليا في الفينال حيت عارفاني مريض بالكره. عادي. لا يوريك شنو غنعيش في كاس افريقيا. ما تنسوش تابونوا وتردوا معايا البال حيت راه الاخر. تهلاو.